الاستشاري ميشن. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في يوم يعقب يوم جمعة الإنذار الأخير. أهلا وسهلا بكم في يوم مصر كلها بتشهد فيه ملحمة، وفي نفس الوقت في مفترق طرق. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، نرحب بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة مباشر. مشاهدينا، طبعا ميدان التحرير وما يحدث فيه، هذا الغليان في هذا الميدان وغيره من غليان في ميادين القاهرة الأخرى، طبعا وبالأخص في ميدان روكسي، جعل مصر كلها في حالة غليان. وقبل قليل تواترت الأنباء عن أن حصل اعتداء على اللواء طارق مهدي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللي بيوكل إليه رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وده موضوع خطير جدا، وده تطور قد يؤدي إلى أزمة نرجو ألا تشهدها مصر. بس طبعا يعني بالتأكيد قبل أن نتحدث عن تفاصيل الحادث راح نحاول أنه نحن نحلل ما يجري في ميدان التحرير، ما يجري في غيره من ميادين مصر، كل هذه الأحداث التي تتجه إليها الأنظار في هذا الوقت. وهنسيبكم مع التقرير اللي نزلت الكاميرا بتاعتنا عشان تشوفوا. اتفضلوا. الإنذار الأخير، هكذا سميت جمعة الأمس في الميدان، وأحجمت الجماعات الدينية بقيادة الإخوان عن الحضور، فتأثرت أعداد الحاضرين. كما حلل المراقبون بيان اللواء الفنجري على أنه نوع آخر من الإنذارات. إن القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب وانطلاقا من ثوابتها الوطنية تؤكد أنها لن تسمح بالقفز على السلطة